الكوتش هذه صراحه التصريحات اللي درتي بها مؤخرا اللي هي تصريحات خطيره، لنكون صراحه تكلمتي على ان الجامعه الملكيه المغربيه خطيره ما تقولش خطيره، لان ولا نقولها بالفرنسي ولا نقولها باش الناس يعني خطيره. تكلمتي على ان المنتخب المغربي كيختار الاوقات ديال المقابلات ديالو، وتكلمتي على ان المنتخب المغربي والجامعه كتحكم في الكاف، وهذه تصريحات خطيره. اليوم اعتقد على ان ما تدخلش خلينا ما نروحش كما تعلم اعتبار واما انا تعتقد على المحكمه. S'il vous plaît, coach, excusez-moi, s'il vous plaît, vous posez votre question et vous laissez le temps. واش عندكم دلائل على التصريحات اللي درتوا بها او لا اليوم غادي تقدموها كذا؟ لا شوف ماشي الاتحاديه تتكلم على التنظيم، ما تاخذهاش بالنقص، هذه واحده. ثانيا تحب تقول سؤال الى جواب اخر انت حر. حنا تكلمنا وكل اتحاديه تقدر تغير حاكم في المباراه، يعني على حسب قوانين. هذا ما نعرف ولا ما نعرفش القوانين حاجه اخرى نتعلم، ولكن كيتكلم على تنظيم، تكلم على منتخب ديالها قوي كما كانت مصر من قبل، كما كانت تونس من قبل، كما كانت الانديه المنتخبات اخرى. الانسان ما ياخذش الى السلبيات ويعاود يديرها تحويل اخر. انا هذه اللي حبيت نقصد. الكلام تاعي على حاجه كي قلت اختيار انت محقق وحنا حقق كاتحاديه نختاروا التوقيت الزمن تاع المباراه، نختاروا ايضا ربما يكون عندنا مشكل مع حاكم، حنا نكتبوا للكاف والكاف تدرس الملف وتقول لك اوكي نعطوا لكم الحاكم ولا لا. التاويل تاع الكلام اللي يرجعوه الناس سلبي، وش كيف حتى الناس هضروا حتى من انا خلعت قلت سبحان الله العظيم كيف عندنا شهر من قبل نتكلم على المنتخب